مساء الخير مستمعي ومتابعي إذاعة بويار اف ام، أهلا بكم في برنامج خاص بانوراما 2021 حول الواقع التعليمي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. عامان متتاليان على ظهور جائحة كورونا كوفيد 19 في العالم مهددة مستقبل التعليم في كثير من الدول بما فيها منطقتنا التي حالت دون مواصلة التلاميذ والطلبة تعليمهم نتيجة إغلاق المدارس والجامعات كإجراء احترازي لمواجهة خطر الفيروس، وإجبار البلدان والحكومات إلى إيجاد آلية لتعويض الطلبة والتلاميذ مما فاتهم من دروس ومواصلة العملية التعليمية عن طريق التحول بعضهم إلى التعليم الافتراضي أي عبر الإنترنت أونلاين. وأيضا شهد القطاع التربوي في مناطق الإدارة الذاتية خلال عام 2021 العديد من التطورات والقرارات بما يخص واقع التعليم في المنطقة، كافتتاح معاهد جديدة وتطوير بعض المناهج الدراسية. هل كانت تلك الإجراءات والقرارات ذو فائدة للطلبة والتلاميذ؟ وما هي خطوات ومشاريع لتطوير الواقع التعليمي في مناطق الإدارة الذاتية للعام القادم 2022؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتي عبر الهاتف فيفيان بحو أوسي، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة. مساء الخير سيدة فيفيان، أهلا بك في برنامج بانوراما 2021. أهلا فيكي حورو. أهلا. بداية لو تتحدثي عن واقع التعليم في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عام 2021 كمستوى المعلمين والطلاب بشكل عام، مستوى المناهج وعدد التلاميذ والطلبة. حورو، أنا راح أحكي عن التربية في إقليم الجزيرة، مو عن شمال شرق نعم. سوريا، لأنه أنا نحن كتربية إقليم الجزيرة مستوى المعلمين والطلاب بشكل عام. المعلمين عم يخضعوا للأكاديميات المستمرة المغلقة، كلا بحسب اختصاصاتي، يعني معلم كان معلم صف أو كان معلم مختص اختصاصي، مع أنهم خريجين وجامعيين. رغم ذلك عم يخضعوا لدورات مكثفة. المرحلة الابتدائية خضعوا لدورات في الصيف ولهم تقييم، ونحن عم بنركز على طرائق التدريس وعم نساوي مسابقات للخريجين حصرا بالشواغر الموجودة. نعم. وكمان نقدر نقول مستوى الطلاب من سنة لسنة عم بيكون نحو الأفضل، إن كان مكون عربي أو كان مكون كردي. ونحن هاي السنة عملنا خطوة كتير جيدة، إنه أدخلنا منهاج الإدارة الذاتية على مدارس السريان. فمن بداية هاي السنة عم ندرس منهاج الإدارة الذاتية بمدارس السريان من الصف الأول للرابع. نعم. عزيزتي، عدد المدارس التابعة لهيئة التربية والتعليم 2229 مدرسة. عدد المعلمين تقريبا 20,000 معلم. عدد الطلاب أكثر من 230,000 طالب. هدول الأعداد اللي 230 ألف طالب في مناطق طالب. إقليم الجزيرة. أيوة. نعم. سيدي فيفيان، لو هناك آلية، هل كان هناك آلية جديدة هذه السنة لاختيار الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس على ضوء الانتقادات الشديدة الموجهة للكوادر في مدارس الإدارة الذاتية في السنوات الماضية؟ آلية جديدة لاختيار الكادر نعم. الإداري والتدريسي والتعليمي في المدارس. يعني كان في شواغر موجودة، نحن عبيناها بمسابقات للجامعين المتخرجين، وبعدها عملنا دورات. المتخرجين من جامعات روج آفا أم من الجامعات الحكومة السورية؟ من المتخرجين من جامعات روج آفا. نعم. وبعدها نحن عم نعمل دورات، مثلا المكون الكردي
لازم ياخذ باللغة الكردية المصطلحات ويخضع للأكاديميات. وبناء على سؤالك انه بس اللي بروجافا، لا، اقدر اقول لك انه في كتار كمان رزبوا من خريجين روجافا وخريجين اللي كانوا عند الدولة كانوا يدرسون ومعن شهادات جامعية، ورغم هيك عم يرسبوا بالمسابقات عنا. نعم. لو نتحدث سيدي فيفيان عن افتتاح معهد إعداد المدرسين الذي تم افتتاحه مؤخرا في مدينة الحسكة، وقريبا بحسب هيئة التربية سيتم افتتاحه في مدينة قامشلو أيضا. اقدر اقول لك انه شروط انتساب نعم. هالمعهد كيفية، لو تحكي عن هالمعهد. ايوه. اقدر انا اقول انه الخطوه الكبيره والحلوه اللي عملتها هيئه التربيه هي افتتاح المعاهد في المقاطعتين، وذلك كان نتيجه لحاجتنا لهي الاختصاصات الموجوده. مثلا عندنا رياضيات، فيزياء، كيمياء وعلوم، وايضا مواد ترفيهيه مثل الرسم والموسيقى والرياضه. عملنا احصائيه نحن لمده سنتين، والعدد راح يزيد والشواغر عندنا موجوده. راح يداوموا الطلاب في المعهد لمده سنتين، وكل سنه فيها 3 فصول، كل سنه ل3 فصول. والكوادر اللي تم تامين لهالمعاهد هن صاحبين اختصاصات وعندهم خبره بالتدريس، كونسونات، أكاديميين. وجاهزه حسب. نعم. أكاديميين. نعم. نعم. معاهد عندنا هن ليسوا اكاديميين، كوادر. يعني للمعاهد اللي راح قصدي يدرسون سيدي بالمعاهد هن فيفيان قصدي سيدي فيفيان عملية التدريس في المعهد سيكون تحت إشراف الأكاديميين أصحاب خبرة. نعم. وهن كمان عندهم خبرة بالتدريس، عندهم كونسونات جاهزة، وحسب الاختصاص راح يعطوا. سيدي فيفيان، ذكرتي أنه تم افتتاح معاهد هذه السنة. كم معهد تم افتتاحه سنة 2021؟ تم افتتاح يوم الخميس الماضي. نعم. تم افتتاح معهد مدرسين في مقاطعة الحسكة، وقريبا رح نفتح بقامشلو كمان معهد. الطلاب عم بيداوموا، هن حوالي 700 طالب وأكثر. افتتحنا معهد بالحسكة، وقريبا جدا سنفتتح في مقاطعة قامشلو. شروط الانتساب عزيزتي نعم. هو الطلاب اللي درسوا عنا، يعني جامعات مدارس روج آفا، درسوا عنا بكالوريا إلن الأولوية. وإذا ضل مكان فاضي عم يدرسوا اللي درسوا عند النظام السنة اللي راحت واللي قبلها فقط، حسب القسم حسب الفرع اللي دارسينه، يعني علمي أو أدبي، وعم نقبلن بمعاهدنا. مع افتتاح هذه المعاهد، برأيك ستنتهي الأقاويل حول عدم توفر الإمكانات التعليمية للمدرسين الحاليين؟ هل بس يا ريت عيدي لي السؤال. هل ستنتهي الأقاويل حول عدم توفر الإمكانات التعليمية للمدرسين الحاليين؟ يعني مع افتتاح هالمعهد وراح يكون أكاديميين وأصحاب خبرة، وأكيد لما يتخرجوا يكون عندهم خبرة كتيرة. هل ستنتهي الأقاويل برأيك؟ هلا نحن كان فتحنا معهد قبل كلهم كانوا أكاديميين. المعاهد اللي فتحناها قبل كانت معهد باللغة الكردية، نعم. باللغة العربية، باللغة السريانية. لكن المعاهد اللي فتحناها الآن تختلف كليا، لأنه سوينا منهاج جديد للاختصاصيين باللغتين اللي عم تدرس. كلهم أكاديميين، كلهم أصحاب خبرة، وعندهم سنين بمجال التدريس. نعم. نأتي للمناهج سيدي فيفيان، حبذا لو تتحدثي عن أهم التعديلات في مناهج في مختلف المراحل الدراسية في مدارس الإدارة الذاتية، وهل تم أخذ الملاحظات والنواقص التي وردت في المناهج سابقا؟ هلا المناهج بشكل دائم، دائرة المناهج نعم. هي اللي عم بتتابع الكتب المدرسية، وهالدائرة هي اللي عم تجري تعديلات على المضمون بحيث مواكبة العملية التعليمية. وأكيد يعني بشكل متواصل ومستمر في تعديل على المناهج بكافة المراحل. هذه السنة كانت في تعديلات 2021؟ لا. نعم.
ما هي القواعد الصحية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها من قبلكم لحماية الطلبة والتلاميذ من خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال الفصل الأول من العام الحالي؟ التدابير الوقائية هي نعم. تنظيف المدارس كل أسبوع، فرض لبس الكمامات، التواصل مع الأهالي للتعقيم، ويعني خبرنا كل المدارس إذا مرض أي حدا أو كانت عليه أي أعراض يبعثوا له البيت اللي ياخذ استراحة، معلم كان أو طالب، معلم أو طالب، ولا تحسب له إجازة بالنسبة للمعلمين يعني. نعم. وهل كانت هذه القواعد فعالة وتم إنقاص عدد الإصابات بين الطلبة والمعلمين؟ نعم. نعم. كهيئة التربية والتعليم، ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عملكم أثناء سير العملية التعليمية؟ الصعوبات أكثر شيء من ناحية الأبنية المدرسية، البنى التحتية عندنا ضعيفة كتير، نعم. والمدارس بحاجة لصيانة، وأدوات التعليم اللي بالمدارس عندنا ناقصة وقليلة. هذه هي الصعوبات اللي عم بنعاني منها. نعم، ذكرت الصعوبات أنه عم تعانوا من الأبنية القديمة. أطلقت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة حملة واسعة لترميم وصيانة المدارس ضمن الإقليم، وإخضاع كافة المعلمين والمعلمات لدورات تدريبية تأهيلية تخصصية في هذا العام، والتخطيط مع جامعة روج أفا لفتح معاهد عالية. لو نتحدث أكثر عن هذا الموضوع سيدي فيفيان بخصوص الأبنية والدورات التأهيلية. يعني بالنسبة للصيانة، نعم. هيئة التربية قامت بتنفيذ مشاريع للصيانة، يعني كانت حملة واسعة لصيانة المدارس وترميمها كم مدرسة؟ بشكل عام. أيوة، بشكل عام كان للبلور كم مدرسة، يعني اللي نحن قمنا بصيانتها حوالي 30 مدرسة حسب الموازنة نعم. اللي اجتنا كفت ل 30 مدرسة. بس أقدر أنوه هون إنه الهيئة قامت بتنفيذ المشاريع، مثلا حمامات ومدارس، قسم كبير عن طريق ميزانية التربية. وأيضا نشكر المنظمات كمان قامت بقسم يعني في الصيانة. نعم سيدي فيفيان، راح ناخد فاصل صغير ونرجع. تم. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا ومتابعي إذاعة بويار اف ام في برنامج خاص بانوراما 2021 حول الواقع التعليمي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. معنا عبر الهاتف سيدي فيفيان أوسي. سيدي فيفيان، قبل الفاصل حكيتي عن الصيانة وترميم المدارس، لكن ما تحدثنا عن إخضاع كافة المعلمين لدورات تأهيلية وتخصصية. نحن عم نخضع كافة المعلمين لدورات تدريبية. نعم. مثلا عندنا معلم الابتدائي اللي درسوا المعهد قبل هلا عم يخضعوا للأكاديميات بشكل دوري ومغلق، وكل صيف كمان عم ياخذوا دروس تقوية، وبالمرحلة الإعدادية والثانوية مستمرين بالأكاديميات. نعم، جميع المعلمين. جميع المعلمين. نعم. شاهدنا هذه السنة ومن خلال متابعة وضع المدارس بعدم إقبال التلاميذ على مدارس الإدارة الذاتية مقارنة بالسنوات السابقة. برأيك ما هي أسباب نفور الطلبة والتلاميذ من مدارس الإدارة الذاتية وتوجههم لمدارس الحكومة السورية؟ أنا أقول إنه عدد الطلاب في تزايد مم. حسب ما عم نشوف، يعني مقارنة بالسنوات السابقة. عم بيقولوا إنه قل، لا بالعكس، في إقبال كتير، عم بيسجلوا كتير بالروضات، يعني بصف الأول، بالإعدادي، بالثانويات. حتى أقدر أقول لك إنه في طلاب كانوا قبل عم يدرسون بغير جهات، يعني عم يجوا لعنا، ونحن باب التعليم عنا مفتوح للكل، وحتى اللي انقطعوا عن التدريس يعني عم نقبلهم بالمدارس. نعم. برأيك هل استطاع الكادر
التدريسي هذه السنة إيصال المادة التعليمية وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية، وخاصة احتياجات الطلاب بعد إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا. هلا بعد إغلاق المدارس والسبب كانت فعلا جائحة كورونا، نعم. تم التواصل مع الطلاب عن طريق جروبات الواتساب، ومتابعة الدروس عن طريق اليوتيوب، وصفحة مدرسة البيت. فكان في تواصل بين المعلمين والطلاب. ولما رجعوا للمدارس كانت الدروس اللي أخذوها، يعني كان كل الدروس إنه أخذوها يعني، وكان في تواصل بين المعلمين والطلاب بالعربي، بالكردي، بالسرياني. وهالدروس تم تسجيلها وتنزيلها على اليوتيوب، والطلاب عم بيتابعوا دروسا عن بعد. نعم. يعني الطلاب نقدر نقول انه ما انقطعوا بشكل كامل، كان لهم متابعة يعني. برأيك تم إيصال الفكرة للتلاميذ والطلبة؟ نعم، بس أقدر أقول أنه لما يكون الطالب بالمدرسة يحاور يناقش يكون يستفيد أكثر. نعم. ولكن هاي كانت شغلات إسعافية انجبرنا أنه عن طريق اليوتيوب والتلفزيون. نعم. صرح وزير التربية في الحكومة السورية الأسبوع الماضي بأن لا مانع لديهم بتدريس اللغة الكردية لمدة ساعتين أسبوعيا، ليس بطريق الفرض إنما بشكل حر، ولكن لم يطلب أحد من الأخوة الكرد ذلك، وفي حال الطلب فنحن موافقون ضمن إطار أن تكون محدودة ساعتين كما يحدث في مدارس الأرمن. السؤال هنا سيدة فيفيان، شو تعقيبك على التصريح؟ وهل صحيح لم تطالبوا حتى الآن بالاعتراف والتدريس باللغة الكردية؟ بشأن وزير التربية في الحكومة السورية، نعم. ما في تصريح رسمي نظامي بهذا الخصوص. لكن التصريح كان منزل على صفحة وزارة التربية السورية. يمكن العالم هن اللي حكوا، أنا ما سمعت هيك تصريح. فيا ريت تعذريني عن السؤال. نعم. رح نرجع لموضوع كورونا. في حال انتشار الموجة الرابعة من الجائحة في المنطقة مع بداية العام وفرض الحظر الكلي، ما هي خطة هيئة التربية والتعليم لإكمال سير العملية التدريسية وتعويض الفاقد التعليمي؟ شو هي أبرز الإجراءات؟ نحن قلنا قبل عن كورونا، نعم. ونفس الشيء إذا صار في حظر كلي، هيئة التربية أخذين نحن كل احتياطاتنا، سوينا مجموعات وجروبات جاهزين، أخذنا أرقام الطلاب، وكمان حضرنا دروس على اليوتيوب، وهالدروس راح تكون متابعة من قبل المعلمين، وراح تتنزل على مدرسة البيت على النت، وراح يعطونا المعلمين تكميل للإدارة من قبل المعلمين يعني، ومن المعلمين إلى الإدارة، ومن الإدارة إلى المدرسة، ومن المدرسة إلى المجمعات، ليصير التكميل كامل عنا. نعم. التوجه أيضا إلى التعليم الافتراضي أونلاين. نعم راح يكون كمان أنه التوجه للتعليم الافتراضي عبر الإنترنت. طبعا. نعم. ما هي خطوات ومشاريع لتطوير الواقع التعليمي في مناطق الإدارة الذاتية لعام 2022؟ الخطوات والمشاريع، نحن عم نساوي ندوات حوارية وجلسات على مستوى شمال شرق سوريا. المنهاج رح يتوحد، وهيك رح يصير في عملية تقييم، الدروس رح تصير أسهل، ورح يصير تطوير مستوى التعليم عند الطلاب وعند المعلمين. وواقع التعليم يعني أقدر أقول إنه هو منيح، ولدينا متابعة، لدينا مكاتب. نحن بدأنا يعني قبل، وسنستمر بافتتاح مراكز لتقوية الطلاب. في عنا 14 مركز في الحسكة وقامشلو نعم. يتدرب فيها طلاب البكالوريا مجانا، وتتكفل هيئة التربية بكافة الأجور. نعم. ما هي النصائح والإرشادات التي تقترحيها للطلبة أولا وللأهالي ثانيا توجيهات بمناسبة العام للأهالي القادم؟ والطلبة هي بعقد اجتماعات أولياء الأمور بشكل دوري،
والتأكيد على الالتزام بالقرارات والنصائح، ولازم يكونوا متعاونين مع المعلمين مشان طلابهم يعني. نعم. في الأعوام القادمة افتتاح مدارس في أرياف الجزيرة كما في الأعوام السابقة يعني، ودورات صيفية لجميع معلمي المرحلة الابتدائية لمدة شهر، مدرسو المرحلة الإعدادية والثانوية تدريبهم في الأكاديميات. كانت النتائج جيدة وإن شاء الله تستمر على هذا النحو. شكرا لك سيدي فيفيان. الله يسلمك. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة بانوراما 2021 حول الواقع التعليمي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفتي عبر الهاتف سيدي فيفيان بحو أوسي، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة. وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.